السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد بارازيت مهم في عائلة البروتوزوا ألا وهو التريكوموناس فاجيناليس. في البداية التريكوموناس فاجيناليس وده بيجي بسبب السكشوال ترانسميتد ديزيز، وهو كمان موجود في الفيميل أكتر من ما هو موجود في الميل، وبيجي في مناطق زي الفاجينا، السيرفكس، اليوريثرا، وأما بيجي في الميل في منطقة زي البروستات. بيسبب بعض المشاكل في الفاجينا والسيرفكس واليوريثرا عند الفيميل هنعرفها في الكلينيكال بيكشر. بالاضافه لكده ان هو في طور واحد وشكل واحد ليه موجود بس وهو التروفوزويد، يعني ملوش سيست، وعشان كده هو مش بيستحمل ان هو يعيش بره، لان احنا زي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت ان التروفوزويد مش بيستحمل ان هو يعيش بره، اخره ان هو يكون موجود خارج جسم الانسان نص ساعه. بالاضافه لكده هو ده التروفوزويد هو ده اللي بيسبب الباثوجينيك ستيج اللي بيسبب الديزيز. بالاضافه لكده هو بيجي في الاشخاص اللي بتكون من عمر من 16 لحد 35، وكمان اللي عندهم الهيجين بتبقى قليله. اما الاعراض فهي بتجي في الفيميل اكتر ما هي بتجي في الميل. وكمان في الفاجينا بتاعة الفيميل بيكون موجود كل من البكتيريا والفاجينال الكومنسال اللي هم قاعدين في المنطقة دي، واللي هم البكتيريا والفنجاي النافعين اللي بيتغذوا على الجليكوجين وبيفرزوا اللاكتيك اسيد. وعشان كده في الفاجينا بنلاقي ان البي اتش بتاعها اسيدك. البي اتش بتاعها اسيدك ده بيخليها فيها مناعة اكتر، ولذلك التريكوموناس فاجيناليس ما بتعرفش تعيش في الوسط الاسيدك. ولكن بسبب حدوث سبب ما كده وخلى البكتيريا والفنجاي دي تموت، وخصوصا كمان لو البنت بتستخدم شامبوهات في منطقة الفاجينا عشان تنظيف المنطقة دي، فده بيؤدي ان البي اتش بقى بتعلى، بتبقى الكلاين فبتوصل ل 5 ل 7، وده بيخلي ان التريكوموناس فاجيناليس يعرف ينتشر في المنطقة دي ويسبب الديزيز اللي هو بيحصل، اللي هو بالفيوزد اودرس ديشارج، ان بنلاقي كده سكريشن نازل وريحته مش كويسه اللي هو بنسميه لوكوريا. وبالاضافه لكده بنلاقي اتشنج هرش في المنطقه دي، وصعوبه في التبول، وكمان صعوبه في السكشوال انتركورس. بالاضافه لكده كمان بنلاقي ان فالفال ارسيما في احمرار في المنطقه دي، والفاجينال وول انفلاميشن بنلاقي التهابات في المنطقه دي. وكمان بيجي يزداد حدوث ال HIV لأن هو برضه بينتقل سيكشوال، ففي تريكوموناس فاجيناليز مسبب مشكلة، فممكن يزداد حدوث ال HIV. بالإضافة لكده إن هو بيسبب مشكلة كبيرة إن هو ممكن يعمل بريماتيور ليبر. ليه بيعمل إيه بريماتيور ليبر؟ لأن هو تريكوموناس فاجيناليز دي بتروح تدخل على الممبرين اللي محاوط بالفيتس، وبتبدأ بقى إن هي تخرمه وتفتحه، فبتضطر بقى إيه بيحصل إيه بريماتيور ليبر. أما عن الميل بقى فهو بيبقى حامل ليه، حتى الأعراض اللي بتكون فيه بتبقى أعراض بسيطة، فهو أصلا مش بيستدعي إن هو يروح للدكتور أو يكشف، فبيبقى حامل ليه وممكن ينقله للفيميل. بيجي يجيله التهابات في اليوريثرايتس والتهاب في البروستاتا، فبيبقى حامل للديزيز، ولكن ما بيروحش للدكتور ولا هنا، فممكن ينقله عادي للفيميل، وده هو المشكلة الأكبر. أما عن التشخيص فأول ما بتروح للدكتورة، الدكتورة بقى بتبدأ إن هي بقى بتسألها أسئلة عن الهيستوري، فبتسألها بيقول لها هل في فيرولنت أودرس، يعني في هل سكريشن كده بيبقى ريحته مش كويسة. وبتشوف هي لما تفحص بنلاقي إن في ستروبري سيرفكس. يعني إيه ستروبري سيرفكس؟ يعني بتلاقي إن منطقة الفاجينال محبب نقط حمراء كده، وده بيسبب لها كمان الهرش في المنطقة دي. بالاضافه لكده كمان عشان تزيد وتعمل خطوه تاكيديه ان هي بقى بتاخد ايه فاجينال سواب، تاخد عينه يورين وبروستاتيك ديشارج، ناخد حاجات من الديشارج من منطقه البروستات، وبتفحصها بقى وتحطها في كالتشر. الكالتشر ده لما بتحطها فيه بتلاقي فيها التروفوزويد اللي شغال يتحرك. بالاضافه لكده كمان ان احنا ممكن نعمل immunological حاجه كده تشخيص من خلال الانتي بودي والانتيجين. فمن خلال الانتيجين ممكن نبحث في الليزر على الانتيجين بتاع التريكوموناس فاجيناليس، او نبحث على الانتي بودي من خلال الدايركت فلوريسنت. أما عن العلاج فإحنا بنديها جرعة فلاجيل اللي بتبقى عبارة عن المترونيدازول، ده بيبقى برشام بتاخده 3 مرات في اليوم لمدة 10 أيام. ولكن لو كانت الست حامل فهي ممنوعة إن هي تاخد المترونيدازول، إن هو تراتوجينيك بيأثر على الفيتس. بالإضافة لكده كمان إحنا لازم نعالج الزوج والزوجة، لأن طبعا ممكن الزوج يكون حامل للديزيز ولكن مش عليه أي أعراض.
بالاضافه كده كمان بنديها اللاكتيك اسيد دش وشامبو في منطقه الفاجينال عشان ترجع الاسيدك في الوسط في الفاجينال تاني، لان التريكوموناس فاجيناليس زي ما اتفقنا ان هي ما بتعيش في الوسط الاسيدك. بالاضافه لكده كمان لو الست حامل طبعا احنا مش هنقدر نديها البرشام، في المترونيدازول بنديها كده فاجينال انسيرت اللي هو عباره عن لبوس بتحطه في منطقه الفاجينال. وكمان ان احنا بنديها كمان كريم بسبب الالتهابات اللي هو اسمه كوليترايمازول، بتحطه في منطقه الفاجينال في منطقه الالتهابات، لان هي طبعا تبقى طبعا التهابات وهرش في المنطقه دي. بالاضافه كده كمان احنا عاوزين نعمل بريفنشن ان احنا نمنع الحاجه دي، فاحنا بقى ايه عاوزين نشخص الحالات دي بدري ان هي ممكن تبقى اسيمتوماتيك، فاحنا الزوج او الزوجه من قبل ما يدخلوا ان احنا نبدا نفحصهم ونشوف هل عندهم ده او لا عشان ما نسببش ليهم اي مشاكل بعدين. بالاضافه لكده كمان ان احنا نعالج البيشنت صح، وكمان لما نعالج البيشنت لو كان متزوج فلازم نعالج اللي معاه، ولازم نستخدم لو كانوا هم متزوجين لازم يستخدموا عوازل أثناء السكشوال انتركورس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. داتا الفيديوهات هتلاقوها على قناة التليجرام. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق.